السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا شباب نعمل طريقة جديدة للبشليك بتاع الجلابية الرجالي، علشان كثرة الأسئلة اللي بتجيلي عايزين طرق جديدة للبشليك الرجالي. إن شاء الله هنعمل طريقة جديدة. البشليك الرجالي ده يعتبر ببيته كمان يعتبر من أصعب البشليكات، وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة أنا بجهز البشليك على المكوة بالطريقة دي كده، بتنيه من فوق ومن تحت علشان اركبه من مرة واحدة. تمام، عملنا البيت اللي فوق الاول وتنينا بالمكوة، وانا بتني بالمكوة كده بخلي الشفة اللي تحت تكون يعني اطول، يعني اعلى من الشفة اللي فوق حوالي 2 ملي بالظبط، ما تكونش اكتر من كده، ولازم ما تكونش زيها او اقل منها، لازم تكون ازيد 2 ملي. اللي تحت اعرض من اللي فوق، الشفة اللي تحت اعرض من الشفة اللي فوق 2 ملي. وبركب بقى من دور واحد كده مباشرة اهوت زي ما حضراتكم شايفين. الدنيا معايا تبقى تمام. طبعا كده بركب البشليك من مرة واحدة. دي طريقة سهلة وحصرية، ولو عندكم كمية جلاليب بتصنعوا جلاليب مثلا، الفرد اللي انا بديه لتحت كده يا جماعة، ما بديش بالعرض قوي علشان ما توسعش مني، لا بدي لتحت شوية. لو عندكم كمية جلاليب بتكون الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت الدقة بتاعة البشليك ده بتكون ممتازة، مفيش زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي تشريب ولا أي حاجة خالص. بعمل هنا بونت شيمة كمان، أو بونت على سن الإبرة كده، بنقول عليه بونت شيمة أو سن الإبرة بلغة الصنعة زي ما حضراتكم شايفين. في الحالة دي أنا بكون عملت البشليك الصغير. الفرد اللي أنا بديه ده بقول ما بقى يعني بقرر ما بديش بالعرض قوي، يعني بخليه مايل لتحت علشان ما توسعش مني. تمام. بعد كده بتني واثبت علشان تكون نظيفة من تحت، يعني النسل ده هيبقى في الداخل تحت البشليك الصغير علشان الدنيا معايا تبقى تمام وتكون نظيفة من تحت. خلاص كده الدنيا بالنسبة للبشليك الصغير الدنيا تمام. نيجي بقى للبشليك العريض. نفس الطريقة انا محضر على المكوة، وزي ما قلت بخلي الطبقة اللي تحت اعرض شوية من الطبقة اللي فوق حوالي 2 ملي. بعمل البتو الاول اللي فوق ده، وبدي فرد كده الفرد لحد اخر الزاوية بالظبط، يعني يدوب يكون ملي يدوب فقط لا غير علشان تبقى سهلة في القلب معايا. وبطلع البوزة بتاعتي، لازم البوزة تكون طالعة كويس. يعتبر عملنا البت اهوت بتاع البشليك. هنا في الحتة دي بتلاقوا دي عريضة شوية علشان المسافة هتبقى صغيرة، بقلها شوية، اقلل منها شوية، ما باخدهاش للاخر خالص، لا بقلل منها شوية علشان تركب معايا تبقى مظبوطة. الناحية دي الخارجية دي انا بديها بونت شيمة، وهي قبل ما البندة تركب كده بتبقى اسهل، علشان مش هينفع او هتبقى صعب عليكم شوية بعد ما تركبوا البشليك، فكده افضل. بنعمل الطبقة الخارجية بس، ثبتنا البونت بتاع سن الابرة، ونحاول نركب البشليك، ندخل القفلة دي كده جوه كده. الطريقة دي ممتازة ممتازة، ونسبة نجاحها بيبقى 100%. بصوا دي اهم نقطة بقى، واحنا بنحط البشليك بتاعنا كده لازم نركب اكن البشليك يا جماعة مقفول قدامكم والزراير راكبة. دي يعني ايه، دي تعتبر اهم نقطة في البشليك. بنعدل كده وناخد علامة بقى كده. طبعا احنا قايسين من فوق، من فوق كده البشليك من فوق. خلاص علمنا علامة علشان تبقى الدنيا سهلة. اشيل الجزء ده كده، الجزء ده بشيل من يعني حوالي 4 سنت اللي انا شلتهم دول، علشان مفيش ناس تشيل اقل او اكتر. اركب بقى كده بعشق. طبعا انا اديت فورت تمام، بريح، لازم المنطقة دي ترتاح، وبكون عامل كسرة في الصدر نازل من الفتحة كده، كسرة بالمكوة، علشان دي كده مثلا دي كسرة، يعني كسرة بالمكوة علشان سن البشليك يجي مع الكسرة بالظبط كده، تضمنوا ان البشليك مش مرحل يمين او شمال، ويطلع مظبوط في المنتصف بنسبة 100%. هنشوف ان شاء الله الشكل النهائي مع بعض.
نريح اي زياده هنا يعني بنحاول نفرغها يا جماعه، اي زياده بنحاول نفرغها كده علشان البشليك بتاعنا يبقى نظيف، ما فيهوش اي تشريب او كشكشه او اي حاجه خالص. طبعا القناه دي تعتبر زي ما وعدتكم هتكون من افضل القنوات الرجالي في الوطن العربي. ان شاء الله بنقدم شروحات الرجالي كامله، جميع انواع الجلاليب، جميع انواع القمصان، البناطيل، الجاكيت، البلطو الرجالي، كل الكلام ده ان شاء الله بنقدمه على القناة دي. فطبعا لو انتوا من سعداء الحظ ويعني صادفتم فيديو من الفيديوهات بتاعت القناة دي، حاولوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس اشعارات على الكل علشان ان شاء الله يوصلكم اشعار بالشروحات الجديدة. قناة تعليمية بحتة من الدرجة الاولى، قناة تعليمية بحتة من الدرجة الاولى. شوفوا البشريك بتاعنا عامل ازاي، طبعا من غير مكوى لسه يا جماعه، تخيلوا لسه ما ندوس مكوى الدنيا هتبقى عامله ازاي. يعني ده كده من غير مكوى خالص. بسم الله ما شاء الله كده بعد المكوى. الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك الجميل للفيديو علشان تدعمونا ولو بلايك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اشعارات على الكل. وحاولوا تحفظوا الفيديو عندكم او تعملوا مشاركة على قنوات الخياطة. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.